يلا خلينا ندوق. لا استنى خلوده. خطفوني عيني خطفوني. انا سافرت كتير بس جاي ادوق من مصر السينما بتاع خلود، اشتروا من عنده. باي. الفترة الجاية هعمل سينابن بفليفرز جديدة، فتابعوني لو مهتمين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو عجبكم. دلوقتي هعمل حاجة اسمها تانج زونج، هنزل بالحليب ودقيق، والتانج زونج دوت لما احطها على العجينة بيعلي المويستشر او الرطوبة في العجينة فتبقى طرية، واقلبها لغاية لما يتكون عندي بيست. ده القوام اللي انا عايزه، وهسيبها تبرد على ما اجمع بقية المكونات. اقلب البيض ساقع ومية ساقعة. هنزل بالدقيق الانستنت دراي ييست. الانستنت دراي ييست مش محتاجين ان احنا نخمره في ميه او حاجه، نقلبه على سرعه خفيفه لغايه لما العجينه تتكون معايا شويه. اول ما اوصل القوام ده هنزل بالسكر والملح. دلوقتي هنزل بالزبده على مراحل، وهنزل شويه بشويه. اول ما اللي هنا يبدا يدوب ابدا انزل بالكميه اللي بعدها. خلاص كده هسيبها تعجن تقريبا من 12 ل 15 دقيقه. هيك على الويندو بين تيست. خلاص يا جماعه هاخد العجينه كده الفها بالشكل دوت. اول ما اوصل لايه ان انا اشوف صباعي من الناحيه الثانيه من غير ما العجينه تتقطع، يبقى كده الجلوتين فيها مظبوط. طبعا لو قطعت مني يبقى كده اقلبها شويه زياده. اخد العجينه اسحبها كده عشان ابني لها تنشن. طبق زي كده دهنته زيت، هحطها بلاستيك راب وادخلها الثلاجه واشتغل عليها بعد 12 ساعه او يوم كامل. يعني انا ليه بعمل كده؟ عشان لما اجي افردها تبقى عجينه ساقعه واعرف افردها واتحكم فيها. دلوقتي هجهز الحشو للعجينه. زبده تكون طريه قوي، هنزل عليها بالقرفه في سكر بني، اقلبها كويس قوي بالشكل دوت. وازاي خمرت خلاص ارش شويه على الترابيزه كده قد ما اقدر. ايه خليتها شكلها مربع. احاول افردها تقريبا 50 سم في 30، او ان انا اقيس سمك العجينه يبقى ايه حدود 6 مللي 7 مللي. خلاص هاخد الفيلنج وهوزع كده نقط نقط في كل حته بالاوفست سباتشولا. هبدا بقى ايه بالشكل ده لغايه لما اوصل لحد الاخر. مش عايز فجاه اعمل شك. في المرحله دي بقى ايه ممكن اعمل الحركه دي، ان انا الزق العجينه على بعض كده. مسطره ايه هعلم على 4 سم. هقطع العجينه بالدنت فلوس او بالخيط، ممكن سكينه تقلب في بارشن بيبر. انزل بالعجينه تحت الخيط كده واجي عند العلامه اللي انا معلم عليها واسحب بالشكل دوت. لازم اسيب شويه فراغات. هحطيها في فوطه واسيبها تخمر تقريبا نص ساعه 40 دقيقه حسب الجو. خلاص دهنت الزبده بفويل واخبزها على درجه حراره 180 لمده تقريبا ربع ساعه. هشيل الفويل واكملها خبيز تقريبا ربع ساعه تلت ساعه. هعمل الكريم تشيز فراستنج. هنزل بجبنه كريم تشيز وزبده. طبعا يا جماعه ضروري كل ده يبقى درجه حرارته غرفه. سكر بودره ورشه ملح وفانيلا، هم كلهم على الميكسر لما يبقوا كريمي. خلاص بعد ما استوت تبرد ربع ساعه، وهنزل بقى بالايسنج واغطيه بيها. وهنزل بقى عليها كراميل كده، رش عليه بقى بيكان. بجد لازم تجربوه. فلافي كانها بيلو. سلام.